هو إزاي ممكن يكون في لحظة خطر كبيرة والناس حاسين إنهم هيتسلب منهم حاجة، لكن يظهر البطل العظيم مارجرجس بطريقة غير متوقعة ويحول الموقف كله لنصرة وفرح؟ القصة دي بتحكي عن ليلة من ليالي شهر كيهك المبارك في قرية من قرى الصعيد بأسيوط، لما مجموعة لصوص اقتحموا حظيرة المواشي بتاعة أبونا الكاهن وسرقوا المواشي وهم متأكدين إن محدش هيوقفهم. لكن اللي حصل بعد كده كان مفاجأة ربانية عظيمة. فارس على حصان أبيض ظهر قدامهم ووقفهم ومنعهم من الهروب، واللي اكتشفوه أهل القرية في الآخر كان أعظم وأجمل مما يتخيلوه. خليك معايا في القصة دي لأنها هتهز قلبك وتخليك تقول من قلبك: عظيم أنت يا رب وممجد في قديسيك. في إحدى ليالي شهر كيهك المبارك الكنيسة كانت منورة بالتسابيح والصلوات. أبونا الكاهن كان قاعد مع أولاد الكنيسة سهرانين بيسبحوا العذراء وبيخدموا ربنا بكل فرح. لكن فجأة في نفس الوقت كان في حركة غريبة حوالين بيت أبونا. مجموعة من اللصوص المعروفين في المنطقة باسم المطاريد اقتحموا حظيرة المواشي الملحقة ببيت الكاهن. بدأوا يفكوا البهايم وياخدوها وكأن مفيش أي مانع. أهل البيت حسوا بالحركة، اكتشفوا إن في سرقة وعلى طول جريوا يبلغوا أبونا اللي كان في الكنيسة. دخلوا عليه وقالوا له: يا ابونا بسرعة، اللصوص بيسرقوا المواشي، لازم تيجي فورا قبل ما يهربوا. لكن رد أبونا كان مختلف عن كل التوقعات. قال لهم بهدوء وإيمان: أنا مش بخدم إنسان عادي، أنا بخدم ربنا، وأنا هنا سهران أسبح العذراء وموجود في حماية الشهيد العظيم مارجرجس الروماني. ما أقدرش أسيب الخدمة وأجري، ربنا ومارجرجس هيتصرفوا. وبالفعل اللصوص خدوا البهايم وطلعوا بيها من غير ما يعترضهم حد لحد ما وصلوا للقرية المجاورة. كانوا عايزين يعدوا النيل ويروحوا الضفة التانية، وفي اللحظة دي المفاجأة اللي قلبت كل حاجة حصلت. ظهر قدامهم فارس عظيم لابس زي ضابط راكب حصان أبيض ماسك رمحه بإيده. بصلهم بغضب وقال: جبتوا المواشي دي منين؟ اللصوص اتصدموا، الخوف شل حركتهم، وبعد ثواني قليلة جريوا مرعوبين وسابوا المواشي كلها عند النهر. الفارس فضل واقف على حصانه حارس المواشي لحد ما طلع نور الفجر. في نفس اللحظة كانت ست بسيطة معدية من الطريق، قربت من الفارس وطلبت صدقة. بصلها بابتسامة وقال: خدي الماشية دي ورجعيها لبيت أبونا الكاهن وقولي لهم مارجرجس بيقول لكم خدوا الماشية اللي اتسرقت منكم وادوني كيلة دقيق عشان أعمل بيها حاجة للعيد. الست فعلا خدت الكلام على محمل الجد ورجعت المواشي لبيت أبونا وبلغته الرسالة. أبونا أول ما سمع دموع الفرح غرقت عينيه ورفع صوته وقال: أيوة كده يا بطل يا صاحب السر الباتع، إزاي خدامك يضيعوا وانت موجود؟ طول عمرك فارس همام. ومن هنا القرية كلها شهدت المعجزة العظيمة دي، والكل أدرك إن حماية مارجرجس مش بتتأخر وإنه دايما حاضر مع أولاد ربنا اللي بيسبحوه ويصلوا له بإيمان. القصة دي بتفكرنا إن ربنا عمره ما يسيب ولاده، وإن شفاعة القديسين وبالأخص البطل العظيم مارجرجس دايما بتقف جنبنا وقت الضيق. مهما كان الموقف صعب أو شكله مستحيل، إيد ربنا معانا وحماية قديسينه حوالينا. خلي عندك ثقة وافتكر دايما إنك مش لوحدك. لو بتحب الشهيد العظيم مارجرجس الروماني قول: شفاعتك يا بطل يا روماني.